بعد قطعة طويلة جدا عن هاي القناة عدنا لكم الحمد لله رب العالمين. طبعا ما كنا نقدر ننزل على هاي القناة لأنه كانت متعرضة لكثير إبلاغات، فلا تنسونا بالدعم مشان دائما نواكبكم بردات فعلنا عن أهداف وكل ما يقدموه لاعبينا السوريين بالخارج. حاليا عندنا هدف لبابلو صباغ مع ناديه الجديد أهلي طرابلس الليبي. خلونا نشوف الهدف وردة الفعل سوية ونذكر لكم معلومات عن هذا الهدف اللي سجله بابلو صباغ قبل ثواني فقط. لا تنسى لايكك الجميل واشتراكك الحلو وصلاتك على سيدنا محمد فتكسب حسنة وتكسبني حسنة. وخلونا ندخل بالفيديو على السريع. طبعا مثل ما ظاهر امامكم بابلو صباغ سجل هدف ما شاء الله تبارك الله ولا اروع قبل قليل مع ناديه اهلي طرابلس الليبي امام نادي الملعب الليبي. انتهت هاي المباراة بنتيجة 3-0 لصالح نادي اهلي طرابلس. أهلي طرابلس حاليا في صدارة الترتيب وحافظوا على صدارة الترتيب ومحافظين على صدارة الترتيب. هدف بابلو صباغ هذا هو ترتيبه الثالث بعد ما نزل. طبعا هاي أول مباراة لبابلو صباغ ونزل فيها بشكل بديل عند الدقيقة 70 ولم يحتاج بابلو صباغ سوى ربع ساعة فقط. فبالدقيقة 85 سجل هدف بابلو صباغ مع ناديه أهلي طرابلس. ربع ساعة فقط كانت كفيلة لبابلو صباغ وكافية ووافية من أجل أن يبصم مع أول أهدافه مع ناديه الجديد أهلي طرابلس الليبي. ألف مبروك نقول لجمهور أهلي طرابلس، أول شيء على الفوز، ثاني شيء على بابلو صباغ. جد مبروك لكم لأنه كسبتم مهاجم فتاك في كولومبيا، بكوريا، بالبيرو، مع المنتخب، مع ليبيا. ما شاء الله تبارك الله دائما متألق وحاط لمسته الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.